السلام عليكم. عندي سؤال بس لجمهور الزمالك. هو ليه العياط ده كله؟ ليه الصياح ده كله؟ انتوا بتعيطوا على ايه؟ على امام عاشور؟ ده انتوا جميع المواقع عندكم بتعيط على امام عاشور، ده حتى الصفحه الرسميه بتاعتكم. لا اهدوا كده شويه، استرجلوا كده واجمدوا كده شويه. اجمدوا مش كده. ما انتوا خدتوا 4 بنات بتوع الطايره وفرحانين بيهم، وقلتوا عملنا وطلعتوا صورتوهم وعملتوا عليهم حفله واحنا اللي بنضرب الاهلي على قفاه، واحنا اللي بنعمل واحنا اللي بنعمل. ايه يا جماعه؟ مش كده يعني. امال اجماده هو امام عاشور ايه يعني؟ ما الزمالك ماشي وزي الفل، هو بيكسب 6-1 المقاولين، وبيكسب 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 عادي، مفيش مشكله، وما شاء الله عليه بقى بيطلع من المركز الرابع للمركز الثالث. انا بس عايز اقول لكم حاجه. هو انتوا مصدقين نفسكم ان انتوا ما كنتوش عارفين ان امام عاشور رايح الاهلي؟ بجد مش مصدقين نفسكم؟ لا، لو انتوا مش مصدقين نفسكم او عاملين الفيلم ده كده، يبقى انتوا بتضحكوا على نفسكم وبتضحكوا على جمهوركم. 90% بل 99% من الزملكاويه مش من الاهلاويه اللي اول ما شافوا امام عاشور رايح نادي ميتلاند الدنماركي كلهم قالوا امام عاشور رايح الاهلي، ده كوبري. بصرف النظر بقى ان ده كوبري فعلا او مش كوبري، انا بتكلم على الموقف. يا جماعه شيء طبيعي، واحد اصلا رفض يكتب في العقد بتاعه عدم الانضمام لاي نادي تاني مصري، رفض الشرط ده في العقد بتاعه. انا اول ما شفت الشرط ده والله العظيم قلت امام عاشور ده في الاهلي. وسيبكم بقى من كل الاعلاميين اللي طالعين، كل واحد، ما فيش اعلامي او يوتيوبر الا لما طالع يقول لك بصوا انا اول واحد قلت لك امام عاشور في الاهلي، بصوا ده انفراد، بصوا ده انفراد، كله طالع يقول يا جماعه انفراد ايه؟ شطاره ايه؟ ما شيء طبيعي. ده العيل الصغير اللي كده يفهمها، يفهم ان امام عاشور رايح الاهلي، اصل مش محتاجه حاجه. العيل الصغير يفهمها من اول ما شفنا رغم ان الصفقه لسه برضه ما اعلنش عنها رسمي يعني، بس خلاص الكل بيقول 99%. واحمد شوبير لما يقول حاجه زي كده تعرفوا ان الكلام اكيد، وانتوا عارفين علاقته باداره النادي الاهلي. بس اللي عايز اقوله لكم ان انتوا بلاش الصياح ده كله. ما انتوا بصوا على مين اللي فضى فرقتكم. هو امام عاشور بس هو مشكلتكم؟ لا، انتوا عندكم ناس كتيره كويسه وكان قوامها اساسي مشت من الفرقه، فما تقعدوش تصيحوا وتعيطوا وتندبوا. ده انتوا كل الاعلاميين بتوعكم وكل الصحفيين بتوعكم قاعدين بيندبوا، والله شايف الدموع نازله في الكلام بتاعكم. مش كده يا جماعه؟ اجمدوا كده شويه، استرجلوا كده، مش كده يعني. خلاص يعني وما فيش غير امام عاشور؟ لا عيب، مش كده يعني. ده انتوا داخلين حتى على البطوله العربيه. يلا ربنا يوفقكم. لما نشوفكم بس هتعملوا ايه مع رونالدو. سلام عليكم.